السلام عليكم يا اخوات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنوجد لكم واحد البيتزا ولا غنقترحها عليكم. سهله ماهله، فرمشه عين كتوجد وزوينه بالنسبه للدراري اللي كيتغداو في المدرسه ولا كيضلوا في المدرسه. بالخبز ديال الزنقه عادي. كنشدوا الخبزه كنحلوها على جوج على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا. انا ديجا عندي لاصوص ديال البيتزا مصايباها بالزعتر، كتشدوا مطيشه وكتحكوها مزيان، كدير فيها شويه الزيت ديال البلديه، مليحه، البزار، التحميره، الزعتر، كطيبوها مزيان، كديروها في القرعه وكتخلوها تحتفظوا بها. كنشد الخبزه كندهنها بحال هكا كيف كتلاحظوا معايا مزيان بلاصوص. عندي فلفله خضراء ولا حمراء اللي يعجبكم، كتصوطيهم هكا في المقيله، شويه د المليحه والبزار وشويه ديال الزيت. واللي بغى البصله ايضا حتى هي ديريها هكاياك. وكل واحد راه كيعرف كيفاش يصايب البيتزا وكيتفنن فيها. المهم انا عطيتكم هي اقتراح ساهل وماهل وكتوجد دغيا دغيا. صافي من بعد ما درت ديك الفلفله درت الطون وكديريها في الفراير دغيا، كطيب في البلاصه كتوجد ليك وكتجي مقرمشه هكا زوينه مقرمشه، ما كيبقاش داك الخبز هكاياك. يعني كنقول لكم جربوها تولي معتمده عندكم. وبالنسبه للمدرسه راها غتعجب الوليدات وغياكلوا فيها. ويمكن لك تفني فيها، يمكن لك تعمريها بالقمرون، يمكن لك تعمريها بالخضر على حسب الاولاد ديالك شنو تياكلوا. صافي كندير هكا الفرماج موتزاريلا محكوك مع الزيتون، كندخلها الافران كيف قلت لكم في البلاصه كطيب وكتكل وهي سخونه، كترافقيها باي لاصوص. نتمنى تكون عجباتكم ان شاء الله الفكره. وكتحط كميه اللي هي كثيره، يعني الخبزه كتفرقيها على جوج وكتحط لك كميه اللي هي كثيره. هانتوما كيفاش كتلاحظوا معايا بعد ما طابت راه كتجي على هذا الشكل. نتمنى تكون عجباتكم، جربوها بالصحه والراحه.